السلام عليكم البنات، واش بغيتي وجهك يولي منور وصافي؟ اليوم غادي نقول لكم على واحد السر طبيعي وخطير اللي بزاف ديال البنات ما عارفينوش. مكون بسيط ورخيص، ولكن النتيجة ديالو كتبان من اول استعمال. الا كنتي كتقاسي من البقع ولا البشرة الباهتة، هاد الفيديو غادي يعجبك بزاف. وهاد المكون هو عويدات ديال عرق السوس. باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو للوصفه. كناخدو اناء بحال هكا، كناخدو عرق السوس اللي هو هكا عويدات اللي من بعد ما جبناهم وغسلناهم ونشفناهم باش يكونوا نقيين. كنحطوهم في هاد الوعاء ونجيبو الماء يكون غليان. وكنغطيوه وكنخليوه يبات ليلة كاملة باش نحصلو على مستخلص ديال عرق السوس اللي هو هكا. من بعد كنجيب اناء كنحط فيه لي كوطون بحال ما هكا، وكنكب مستخلص ديال عرق السوس وكنحطو على هاد لي كوطون وكنغطيوه. وهذا هو مستخلص ديال عرق السوس. من بعد كنحتفظوا بهم في الثلاجة ويوميا كيستعمل على البشرة. من بعد ما غسلنا وجهنا الصباح طبيعة الحال بالصابون، كنجيبوا قطن بحال هكا وكنمسح الوجه ديالي به. راح تشوفي نضارة وترطيب وتوحيد ديال اللون على البشرة. وهذا منظف تاني من بعد ما كتغسلي وجهك بالصابون. وهذا هو المستخلص ديال عرق السوس اللي شاركت معكم اليوم. وإلا كانت عجبتكم هاد الوصفة ديروا لايك ودعموني في القناة ديالي، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.